تخيل كده ليلة هادية في واشنطن، المطر بينزل خفيف والإضاءة البرتقالية بتاعت الشوارع منعكسة على بوابة البيت الأبيض، وفجأة الباب بيفتح وترامب بنفسه طالع يستقبل إردوغان بابتسامة كلها دلال، كأنه بيستقبل صديقه القديم مش رئيس دولة تانية. المشهد غريب واللي بيتفرج عليه يحس إن في حاجة ورا الكواليس أكبر من مجرد زيارة رسمية. إردوغان داخل بخطوات واثقة وترامب بيقول له بنبرة فيها غزل سياسي واضح: إحنا عايزينك معانا، الغاز الأمريكي أرخص وأمن وهنفتح لك أبواب الجنة الاقتصادية. وبدون مقدمات بيتكلموا عن الاف 35 والعقوبات اللي كانت مأزمة العلاقة، وترامب يرد بضحكة عريضة: اعتبر كل حاجة محلولة يا ريس. بس السؤال اللي فضل يدور في عقول المراقبين: ليه كل الدلع ده؟ ليه أمريكا بتتودد فجأة لتركيا بالشكل ده؟ الإجابة يا صاحبي مش في واشنطن، الإجابة بدأت قبلها بأيام على منبر الأمم المتحدة. هناك إردوغان كان بيتكلم قدام العالم كله كأنه قائد مش رئيس، لهجة قوية، كلام مباشر عن فلسطين والاحتلال. ونتنياهو لما جه دوره القاعة نصها فاضي. مشهد مهين ومؤلم لدولة طول عمرها متعودة تشوف نفسها فوق الجميع. البيت الأبيض شاف المنظر ده وتوتر، فهم إن تركيا رجعت تلعب سياسة الكبار وإن تحالفات جديدة بتتشكل، خصوصا بعد ما الأخبار خرجت عن مناورات عسكرية بين مصر وتركيا. مصر وتركيا اللي كانوا لسه من كام سنة بيتبادلوا الاتهامات بقوا بيحاربوا سوا في تدريبات واحدة. العالم اتقلب، وفي الخلفية في كلام بيتقال عن تحالف جاي يجمع مصر، السعودية، تركيا وباكستان. تحالف لو حصل فعلا هيرج المنطقة رج. أمريكا وإسرائيل فاهمين المعادلة كويس، اتحاد الجيوش دي معناه نهاية الهيمنة اللي متعودين عليها من 70 سنة. عشان كده ترامب قرر يحتوي إردوغان قبل ما الكيكة تتقسم وهو مش موجود على الترابيزة. لكن إسرائيل كالعادة بتحب تولع، حطت عراقيل قدام أي اتفاق سوري وقصفت مواقع قالت إنها تركية. اللعبة واضحة، ممنوع أي تمدد تركي في سوريا، ممنوع أي تنسيق عربي بيهدد وجود تل أبيب. بس أردوغان كان ماشي بخطة أذكى، بيتقرب من مصر وبيحافظ على موقفه من فلسطين وبيحاول يثبت إنه تركيا لسه صاحبة الكلمة في الشرق الأوسط. اللي بيحصل دلوقتي مش مجرد سياسة، دي طبخة كبيرة فيها نار تحت الرماد وتحالفات بتتكون وعيون بتراقب من بعيد، والنهاية هتكون على شكل خبر واحد العالم كله مستنيه: اجتماع وزراء دفاع مصر والسعودية وتركيا وباكستان في قاعة واحدة. ساعتها العالم هيعرف إن الخريطة اتغيرت وإن اللي كان بيتحكم من بعيد بقى هو اللي مرعوب.